رسميا كريستيانو رونالدو عنده مهمتين في هذه السنة. المهمة الأولى يفوز في 3 مباريات فقط في بطولة كأس النخبة، 3 مباريات بس. يفوز بربع النهائي، يفوز في نصف النهائي، يفوز في النهائي. هذا معناه ايش؟ معناه انه يحقق اول بطولة قارية في اسيا، بطولة كأس النخبة الآسيوية، وبيحققها لأول مرة في تاريخ نادي النصر. بتكون 3 مباريات يحقق فيها مجد كامل انتظروه نادي النصر. في مهمة ثانية، ايش المهمة؟ بالنسبة لي مهمة جدا كبيرة، بالنسبة لي هذه الأهم. 4 مباريات فقط، 4 مباريات فقط مع المنتخب البرتغالي. يفوز في ذهاب في الذهاب في ذهاب مباراة الدنمارك ربع النهائي، وفي الإياب، ويتأهل. يفوز في نصف النهائي، يفوز في النهائي. هذا معناه ايش؟ أنا أحقق بطولة كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية في مسيرته، وثالث بطولة قارية دولية مع منتخبه. وهذا الشيء اللي ننتظره. رونالدو تكفى شد حيلك، تكفى، خلك انت السوبرمان حق البطولتين، خليك انت البطل الخارق، خليك انت الحاسم والمنقذ. بالنسبة لي هذه آخر بطولتين هي الأهم لكريستيانو رونالدو، معها كأس العالم، ولكن كأس العالم بتكون هي صدفة صراحة، ولكن هذه